الفطير الروعة ده. بسم الله ما شاء الله. بكيلو دقيق، حبة ملح، حبة سكر، ومعاها بقى الأكلة الجميلة دي، الحرشة الروعة 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 بالإيه ده. طبعا انتوا عارفينه أكيد، قشر البرتقال أو الاستفندي، ومعاه الجبنة القديمة بتاعتنا اللي احنا عاملينها، وإن شاء الله عاملها لكم تاني على القناة. بسم الله ما شاء الله ما نقولكوش عليها. وعندنا العسل الأسمر ده، أكلة روعة، تنفع عشاء، تنفع فطار، تنفع غدا. أكلة جميلة جدا وتفتح النفس في أيام الحر دي. إن شاء الله تخشوا معانا على الفيديو وتشوفوا عملنا الفطير الروعة ده ازاي. ده فطير الطاسة. أنا فتحت واحدة اهوت، بسم الله ما شاء الله عليها. تمام يا حبايبي، طرية من جوه، بص عاملة ازاي. بسم الله ما شاء الله اهي، ومورقة عشان ماسكة الكاميرا بإيدي اهي. بسم الله ما شاء الله زي الفل. عملت واحدة كبيرة بكيلو دقيق وتسع فطيرات، 9 فطيرات صغير. شوف سعر الفطيرة ده كام. تمام يا حبايبي كده. ان شاء الله نخش على الطريقة بتاعتنا ونشوف عملنا الفطير الجميل المورق ده مع الجبنة القديمة الروعة دي ومع العسل. أكلة جميلة وتفتح النفس في أيام الصيف دي. بصوا يا حبايبي كده، بسم الله، شكلها يفرح القلب. بصوا كده، وهوريكم افتح لكم بقى اهي. بصوا عامله ازاي، بصوا التوريق، بصوا الشكل بتاعها. يلا خشوا معانا على الفيديو وشوفوا تيتا روكا، دي قناتي. شوفوا، خشوا معانا وشوفوا عملنا الفطير بتاع الطاسه ده، مش في فرن ولا حاجه ومش مكلف. ده كيلو دقيق واحد، كيلو دقيق ب 18 جنيه. هنبدا يا حبايبي نصلي ونسمي ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ونبدا بقى ايه. عندنا الدقيق بتاعنا اهو، انا جايبه كيلو دقيق، وهبدا ان شاء الله انخله برده كده نخله خفيفه. لو الطبق ده صغير على ايه، على الكيلو ده، اللي عايز يعمل كيلو يعمله، اللي عايز يعمل نص كيلو، كل واحد على حسب امكانياته. تمام. فانا هفضي الكيس اعمله. خلاص كده انا نخلت الدقيق. هبدا بعد كده مجهزه ايه بقى عشان الفطير الجميل. اسهل طريقه فعلا لعمل الفطير، طريقه سهله وجميله قوي، مش هتحتاج منكم اي وقت ولا اي مجهود. تمام كده يا حبايبي. انا كده هجيب ايه، طبق كبير، لان الطبق ده صغير مش مكفي الكيلو، ده محتاج نص كيلو بس. هحطه في طبق تاني وارجع لكم تاني. خلاص يا حبايبي كده حطيته بقى في طبق اهو اكبر. تمام. هنبقى ايه، نبدا اول خطوات. اول حاجه هنجيب معلقتين سكر اهمت، زي ما انتم عارفين بعمل فطير ازاي اهو. معلقتين سكر، وهنجيب بيكنج باودر او محسن كيك اللي عندك. هتحطي ايه، نص معلقه صغيره بس. طريقه جديده وجميله جدا وبتخلي الفطير مورق وجميل قوي قوي. ان شاء الله يعجبكم. نص معلقه صغيره، هوريكم برده كميه اللي نحطها اهي. نص معلقه صغيره خالص اهي، على حرف المعلقه اهو. تلطفوا بس كده، تخلي الايه الفطير بتاعك هش وحلو. كمان معانا ايه، معلقه ملح صغيره. تمام يا حبايبي. ادي المعلقه الصغيره الملح اهي على الكيلو. تمام كده. ادي معلقه الملح اهي على كيلو ايه، الدقيق. والدقيق اللي هو متعدل ايه الاغراض. وفي بيتعمل كمان بكل انواع الدقيق الفطير، مفيش مشاكل. تمام يا حبايبي كده. خلاص ايه، نبدا بقى ايه. هحط بقى الميه بتاعتي تكون دافيه. انا عايزه اهو شفشق الميه معايا، فهبدا احط، مش هحط الميه كلها مع بعضها. انا هملى كوبايه واحط تدريجيا على حسب العجينه ما بتاخد مني. والايه والدورق بتاع الميه هيكون موجود معايا. تمام يا حبايبي كده اهو. هبدا بقى ايه، اقلب السكر مع الخميره اللي هي البيكنج باودر مع حبه الملح اللي هحطاهم، وهبدا تدريجيا اهوت. حطيت الكوبايه وهبدا اشوف عجينتي تدريجيا، مش هحط الميه كلها مع بعضها. هو المفروض ايه، النص كيلو بياخد كوبايه او كوبايه الا ربع، كوبايه وربع. فانا هحط كده ايه، حبه بحبه، واشوف العجينه بتاعتي هتعمل ايه. ما احطش الميه ايه مره واحده. انا عايزه العجينه تبقى ايه، متماسكه، مش عجينه سايله. خدت كوبايه تانية لسه كمان اقل من كوبايه اهي، وهحطها برده. هحط برده تدريجيا حبه بحبه واشوف العجينه بتاعتي. تمام يا حبايبي كده اهو. حطيت الكوبايه التانية وهبدا الف العجينه برده. بتبقى حلوه قوي. إيه، مفيش حاجه بقى في البيت ومحتاجين بقى عشاء او محتاجه افطار، بتقومي تعملي الفطيره دي، بتبقى حلوه جدا، او الفطير ده. وسهله قوي وطعمه جميل. والطريقه بتاعت تيتا روكا طبعا بتبقى حلوه قوي في الفطير. هوريها لكم حالا وبطريقه سهله وبسيطه. انا حطيت كده كوبايتين، هبدا برضه اهو هكمل
ومش هحط تاني. يبقى انا حطيت كده كوبايتين ونص ميه على حسب العجين بتاعك ما بياخد. في عجين بياخد ميه وفي عجين ما بيقبلش ميه، فانا هشوف برضو دقيقي كده اهوت لسه برضو محتاج ميه تانية اهوت، هحط وهشوف برضو انا حبه بحبه، مش بحط كله مع بعض. تمام يا حبايبي كده. تمام كده يا حبايبي العجينه اهيت. نقعد بقى ايه اهيت كده يا حبايبي، بعد اللت بقت كتير اهي، بقت بسم الله ما شاء الله اهي زي الفل. هاخدها بقى احطها في الطبق. تمام كده يا حبايبي اهي، وهبدا بقى اغطيها واخليها اتركها بقى ربع ساعه نص ساعه. كل ما بتكون بتركناها افضل يعني وقت طويل، كل ما بيكون الايه الشغل فيها احسن بالنسبه للتوهيق او بالنسبه للعجن. بس انا هعمل بقى ايه، هحط كمان ايه معلقه زيت او معلقتين زيت، حبه زيت اهمت عشان بس ايه وشها ما يقشفش ولا حاجه. ولازم تغطيها. همسكها كمان بتديك ايه، بتيجي برضك إيه نتيجه حلوه الزيت اللي بتحطي عليه اهو. كمان مره كده خلاص هغطيها بالكيس واسيبها بقى ايه ربع ساعه نص ساعه لما اشوف بس اللي ورايا بقى الحاجات اللي ورايا هخلصها. انا غطيتها اهو خلاص بكيس كده، وهجيب كمان حته فوطه ولا حاجه واغطيها بيها كده. خلاص غطيتها بحته قماشه اهي، واسيبها بقى ايه عشان نتيجتها ان شاء الله احلى فطير وباسهل طريقه. وهيبقى الفطير بقى فين على الطاسه. تمام كده يا حبايبي. هركنها بقى كده ايه اسيبها ترفع شويه وبعد كده نرجع تاني كده يا حبايبي. العجينه بتاعتي اهي بسم الله ما شاء الله، شايفين كده رفعت بقت حلوه زي الفل اهي. وطبعا فايده الزيت اهو اللي انا بشيل الكيس من عليها تطلع زي ما هي، ما بقاش لازق فيها ولا حاجه. تمام كده كده الحمد لله. سبتها فتره نص ساعه. هبدا بقى ايه اهو اقطع الايه العجينه على قد الايه. ماشي كده يا حبايبي اهي. تمام. وانا حاطه صينيه فيها زيت، هبدا ادهنها كده على قد حجم الايه انا هنعملها على الطاسه، فتبقى الايه حجم البتاع صغير اهي، حجم الكره اللي هنعملها صغير. تمام يا حبايبي كده. اعمل كده برضه اهو كده اقرصها زي ما بعمل ايه خلاص كده يا حبايبي. كله هعمل نفس الشكل كده وابدا ارصه كله حجم واحد. برضه واحده ثانيه اهي. خلاص كده يا حبايبي اهو. وابدا اهي المها كده. تمام. وارص بقى في الصينيه كله هعمله نفس الشكل كده اهو. تمام يا حبايبي اهي. واحطها وارص كله جنب بعض. حبايبي عملتها كلها اهي. تمام كده. هنبدا بقى ايه برضه نخليها تريح شويه، ونبدا بقى ايه نبططها بقى وايه ونشكل الفطير بتاعنا. تمام كده يا حبايبي. هغطيها برضه شويه. هو اهم شيء في الفطير ايه انك تخليه ياخد وقته في قلب ايه الرفع بتاعه، انك تغطيه وياخد ايه براحته كده ايه العجينه تريح، هتبقى تديك نتيجه حلوه. تمام كده يا حبايبي. جهز السمنه وخليها مجمده عشان الحر. وهنا العجينه اهوت اللي مقرصاها كده رفع بسم الله ما شاء الله اهوت. هبدا بقى اخد ايه قطعه قطعه. تمام كده يا حبايبي اهو. ونحطها ونشتغل عليها. هحط كده رشه صغيره كده صغيره بس سمنه كده اهو، وهنبدا نشتغل ايه عليها. نبدا يا حبايبي هفردها كده. تمام كده يا حبايبي اهو. زي ما بنعمل فطير كده زي ما بنعمل رقاق برضه نفرد فيها. تمام يا حبايبي كده. انا مجمده السمنه يا حبايبي، فاخد منها حته كده. تمام اهي حته صغيره، وهبدا افردهم
هلف بقى كده اهي، هنبدأ بقى نلفها كده اهو، هيطلع احلى فطير مورق. تمام كده يا حبايبي، والطعم هيبقى جميل قوي وسهل، ومش هياخد منك حاجه، ومش هيتحط بقى في الفرن، هيبقى سهل على طول في العمايل اهو، وهتطلع مورق وجميل. تمام يا حبايبي كده اهو، احنا مع بعض اهوت، هيطلع كمان رقات حلوه قوي. هكمل كده اهو. تمام يا حبايبي اهو، دي طريقه حلوه وجديده وحلوه قوي، جربوه. خلاص كده عملت اهوت، هجيب بقى الطرف ده كده كده يا حبايبي، خلاص اهو، حطه على بعضه وهنركنه. تمام كده يا حبايبي اهو، خلاص لميته على بعضه وركنته على جنب. هنا هجيب التانية برضو واعملها نفس الشكل. هجيب اهوت واحدة كمان، تمام كده يا حبايبي اهوت، من غير اي حاجة. عايزة تعمليها بالنشابة اللي هي بتاعت الرقاق، عايزة تعمليها بايدك، بوظ الزيت اهو عشان يسهل معايا، نقطة الزيت بس اهي وابدأ. تمام كده يا حبايبي اهو، بيبقى سهل في الفرد اهو، ما يهمكيش بقى ايه اتقطع ما اتقطعش، ما فيهوش اي حاجه. دي واحده صغيره بيطلع مورق والطعم جميل. انا عاملاها بالسمنه البلدي على اساس ما يبقاش ايه حته بس سمنه صغيره اللي بحطها اهي. وابدا بقى اهي كل فطيره بعملها كده اهيت، ومش بحط تاني سمنه كتير، يعني القطعه دي بس اللي بحطها. وابدا بقى الف اهو. تمام كده يا حبايبي اهو، ما بتفرطوش اول حاجه اهو، على حسب ما عايزه تعمليها. فطيره صغيره في الطاسه، فطيره كبيره، ما بياخدش منك ثواني، بتبقى وجبه عشاء حلوه قوي اهو. في وجبه فطار مع حته جبنه مع حبه عسل مع ممكن كوبايه شاي. تمام يا حبايبي اهو، هبدا اهو كده احطها كده اهو واركنها صغنونه كده وحلوه جميله. نكمل اللي بعده على طول، ما ياخدش حاجه اهو، برضو نفس الشكل. هكمل بقى كله بنفس الطريقه واوريه لكم. احط برضو نقطه الزيت، حاطه مع السمنه البلدي نقطه الزيت بس كده بلي بيها ايدي. الفطير بيتعمل من بره اهو، اهو بياخدش منك وقت خالص، ولا تقولي فرد بقى ولا طبليه زي زمان والكلام ده كله. اسهل طريقه الفطير اهو اهو، وبتمط معاكم جميله اهي اهي، دليل على ان العجينه حلوه قوي بالطريقه دي اهي. تمام يا حبايبي، افردها زي ما انت عايز اهي اهي. خلاص هبدا برضه احط حته السمنه بتاعتي صغنونه اهي على الحرف بتاعها كده، ونمشي بقى ايه الفها بقى زي ما انا قلت لكم اهي. بتطلع جميله قوي ومورقه وروعه، جربوا الطريقه دي ان شاء الله تعجبكم. هكمل كله واوريكم بقى ايه قبل ما احطه على الطاسه. لا اله الا الله. دي في ايه الواحده الكبيره اهي، بس عشان العجينه بتاعتها حلوه عماله تفردها معايا اهي. بسم الله ما شاء الله. فاضل كده حبايبي اهو. تمام كده، طريقه سهله وجميله ما تاخدش منك وقت. محتاجين حاجه بقى تاكلوها بالليل في العشاء خفيفه مع حبه عسل مع حته جبنه، تكون بقى سهله قوي. وناخد برضو حته مش تاخد سمنه كتير كمان
هي بس ايه حوالي نص كوبايه سمنه اهي، وبتبداي تلفيها وبطريقه سهله اللي مش عارفين بقى يفردوا الفطير اهي. بصي بلفها ازاي اهي. تمام يا حبايبي اهي اهي، طريقه سهله ما فيهاش اي حاجه وفردها سهل. ببدا اعمل فيها دي كلها كده. انا معلش بطول لكم الفيديو عشان تشوفوه شويه اهو. واجيب الطرف ده كده. خلاص لمينا العجينه بتاعتنا اهي. هبدا بقى ايه اطبقها على بعضها والفها واحطها في الصينيه. تمام كده. فاضل كمان 2 ونخلص كل الكميه واروح لكم. الطريقه يا حبايبي بقى لفطير الطاسه ان انا فردتها كده خلاص اهيت. تمام كده. هبدا بقى اعمل هنا ايه، عملتها كده اهو. هاجي اعمل كده اقطعها كده لحد نص وهنا اقطع برده كده. تمام يا حبايبي اهي. وهنا نفس الشكل. واجي في الجنب ده برده كده اقطع برده كده اهو كده. تمام. وهنا برده 2 والناحيه دي برده 2 وهنا نفس الشكل كده. تمام يا حبايبي. هعمل ايه بقى في دي برده؟ هعصها كده شويه سمنه اهي اهي خفيفه خالص اهي نفس الشكل. طريقه برده تانيه بتبقى جميله وتطلع ايه غير الطريقه احنا قلناها في الاول اللي هي طريقه اللف خفيف كده. هعمل ايه؟ هجيب دي كده اهي واروح جايبها كده، واجيب التاني برده اللي هنا اهو اروح حاطه كده. تمام يا حبايبي. هنا برده جزء من الناحيه دي اهو واروح جايباه كده بنفس الطريقه. هروح جايبه برده دي كده وبرده ادهن ايدي بس اهو يا حبايبي ونفردها كده اهي. طريقه سهله وحلوه. كل مره بس بحط طبقه بسيطه كده بالسمنه اهي. تمام. بس انا افرد دي بس الاول كده الطرف التاني ده اهو. واجي اجيب الطرف ده كده اهو برده اهي والطرف التاني. تمام يا حبايبي اهي اهي. احطها بقى ارصها برده كده اسيبها كده اهو اهي. ونشوفها برده بعد ما ايه نبدا ايه نريحها شويه. نفس الشكل هعملها معاكي برده اهي معاكم. تمام يا حبايبي اهي. ما بياخدش حاجه والله، يعني ممكن في ساعه تكوني خلصتيهم وكلت منهم وجبه سريعه جدا. بص اهي بص اهي طريقه الفرد اهي اهي عشان العجينه مخدومه كويس. تبص لها بسم الله ما شاء الله حلوه وسهله في العمايل اهي ما بتاخدش ثواني. تمام يا حبايبي. هعملها برده زي التانيه اهي. هاجي على الحرف هنا كده. طب واحده تانيه اهي اهي بقى من الناحيه دي 2 بس انا فتحت كده قوي مش هعمل هصغر اللي تحت اهو. وهاجي من الناحيه دي برده اهي برده فتحتين. تمام يا حبايبي كده. هاجي برده من الناحيه دي فتحتين صغيرين عشان اسيب الحته الدايره اللي في الوسط دي اللي هعمل فيها هركن عليها كل اللي اللي اتعمل هيسند كله عليها. تمام يا حبايبي كده. سمنه خفيفه اهي وابدا بقى اهيت اهي اول واحده التانيه برده اهيت. تمام كده. هنا برده اهي وكله يبقى مفرود. برده هجيب دي كده عليه اظبطها كده. تمام يا حبايبي. هجيب اللي هنا كده اهي وارجع اجيب الجزء ده برده كده. واخر حاجه دي كده واروح عامله فيهم ايه بقى اهي لماهم كلهم كده مع بعض اهي يا حبايبي اهي واركنها على جنب. خلاص كده امسكها اركنها مع التانيه كده على جنب وهنشوف هنعمل ايه بعد كده. اللي انا عملته في الاول اهو تمام يا حبايبي اهوت. هعمل فيه ايه بقى؟ هبدا كده هفرده بالنشابه اللي انا فردته في الاول وعملته اهو. هبدا نفس الشكل كده افرده كده اهو. تمام يا حبايبي. افرده كده بالنشابه اهو.
وهبدا اجيب الطرف ده كده والطرف ده كده اهو. خلاص يا حبايبي كده اهو، واركنه برضه نفس الشكل. هجيب اهو اللي انا عملته، اللي انا كنت طبقته على بعض اهو ماشي، وافرده نفس الشكل اهو اهو بالسمنه برضو. تمام كده يا حبايبي اهو. هعمل فيهم ايه بقى بعد ما اعمل كده اهو. خلاص هجيب الطرف ده كده والطرف ده كده واهو، واتني كلهم على بعضهم. تمام يا حبايبي، احطهم واسيبهم برضو لحد ما يطلع. دي الكبيره اللي انا عاملاها اهي اهي. تمام، لفها على بعضها. هبدا نفس الشكل اهي، هجيبها وافردها تاني. انت هتقولي بقى ايه معقول ده يطلع مورق كده؟ ان شاء الله تشوفوه لما يتعمل. احط دي بالسمنه اهوت او الزيت ماشي يا حبايبي، ونسيبها برضو ايه ترفع شويه. هوريها لكم. وطبعا انا مش عايزه ايه اهي. وهبدا اتنيها تاني اهي. هجيب برضو الطرف ده كده وهرجع اجيب الطرف ده كده واعملهم على بعضهم كده اهوت ماشي يا حبايبي كده. تمام اهي، واركنها برضو على جنب. دي الواحده الكبيره اللي فيه. هكمل الباقي برضو واوريه لكم نفس الشكل يا حبايبي اهي. هجيب الطرف ده على الطرف ده واللي في النص اقفلهم احطهم على بعضهم كده ماشي يا حبايبي كده، وابدا برضو اركنها. وبعد كده لحد ما ايه ترفع كده شويه كده. خلاص احنا عملناهم كلهم اهو. بصوا الفطيره يا حبايبي اهو. ندخل دي كده. ادي فطير الطاسه الصغير، احطها برضو على جنب كده عشان اخدهم بره، اسيبهم يرفع شويه برضو وابططهم تاني. بعمل في التانيه اهي. ادي الكيلو طالع عندنا بسم الله ما شاء الله 2 4 6 8 9 فطاير بسم الله ما شاء الله مباركين يعني. شوف الواحده بتجيبها بكام. هخليها برضو لحد ما ترفع وهجيب اللي بعدها اهي. تمام يا حبايبي اهي. برضو ايه اعملها كده واركنها. اهم شيء الفطير تبططي وتركني، اهم شيء تبططي وتركني كل شويه عشان تعرفي إيه تاخدي منه نتيجه حلوه. تمام يا حبايبي اهي. هاخد برضو التانيه واوريكم بقيه الكميه. ادي الفطيره يا حبايبي. هندخله بقى ان شاء الله نسويه حالا باذن الله. تمام. طلع ادي واحده كبيره وطلع 8 صغيرين بسم الله ما شاء الله. هم بص الفقاقيع اللي بتوع النديم دليل على ان نجاح الايه العجن بتاعه، فهو حلو جدا بسم الله ما شاء الله. انا حاطاه تحت الكيس اهوت وسايباه برده شويه اهوت. العجينه بتاعته حلوه قوي. بص الفقاقيع اللي فيها اهي. تمام يا حبايبي عامل ازاي اهو. كل ده من كام؟ من كيلو دقيق. شوف انت هتشتريه بكام. هنشوف بقى التسويه بتاعته دلوقتي على الطاسه. هاخدهم وادخلهم جوه. تمام يا حبايبي. وهنوريكم بقى التسويه الجميله اهو. بص الفقاقيع بتاعته عامله ازاي. تمام كده يا حبايبي. هنسويهم ونشوف بقى ايه احلى فطير مورق صغير على الطاسه احسن من الفرن كمان. تمام. هخش احطهم بقى في الطاسه واروح. خلاص يا حبايبي اهي. تمام كده. ومخليها خوطت الاول انا معليها شويه تسخن الطاسه زي ما بولع الفرن كده. بخلي الطاسه تبقى حاميه وبعد كده هبدا احط الفطيره واوطي عليها عشان الفطيره تستوي، ما تبقاش مستوي يعني محمره من فوق ومن تحت وتبقى قلبها عجين. فانا هحط خلاص كده الفطيره هي الكبيره. هظبط بس الفطيره اللي الطاسه دي صغيره عليها ماشي يا حبايبي اهي. هظبطها بس كده واسيبها بقى كانت عايزه طاسه اكبر منها، فانا هظبطها كده في الطاسه بقى ونعمل خلاص انا مولعه كده عليها عليت عليها نار شويه اهوت شويه صغيرين واخد بالي وهعمل هغطيها اهو. هجيب غطا واغطيها عشان تستوي معاك وتطلع حلوه. وانا مش حاطه فيه حاجه، حطيت بس مسحه بس سمنه او زيت زي ما انت عندك. تمام كده. انا معاكم متابعه اهوت وهنشوف هيبقى الفطير بتاعنا الجميل اللي بيقولوا عليه فطير بسم الله ما شاء الله كده من غير سمنه كتير ومن غير اي حاجه وخفيف. بص نص كوبايه اهيت ولا كوبايه الا ربع. بص فايد منها قد ايه. بس انا عاملاه بسمنه بلدي يبقى طعمه حلو ومغذي وجميل. تمام يا حبايبي. اللي عنده سمنه يعمل، اللي عنده زيت يعمل، هيطلع جميل ان شاء الله معانا.
انا سايباها وانتم شايفين البخار عليها اهو. تمام يا حبايبي اهو. سايباها بقى مع نفسها كده اهو. وبرده وانا متابعاها ما تسيبهاش. اول ما تحس ان بدا الطروف من تحت تبدا تحمر شويه، انا هبدا بقى اوطي ايه النار عليه. تمام كده اهو. انا معليه، هبدا بقى اوطي النار، اخليها على النار ايه متوسطه، لا عاليه قوي ولا هاديه قوي. تمام. بصوا يا حبايبي بدات تعمل فقاقيع ازاي. هعمل ايه، هقلبها على الناحيه التانيه اهي. ماشي يا حبايبي اهي. واغطيها برده واسيبها. تمام كده. هنشوفها برده كل شويه كده عشان ما تتحرقش مننا، لازم نتابعه على النار هاديه. يا حبايبي تحمر، بدأت تحمر اهي. بس هشوف برضه كده الحرف التاني. بص بدأت التوريقة تبان ازاي اهي. برضه هقلبها على الوش التاني اهيت. ماسكة الموبايل بيدفى مش ايه اهي. بص بدأت تقب ازاي. بص يا حبايبي قاعدة في الطاسة اهوت. لسه هنشوف بقى بعد ما ايه الشكل. بسم الله ما شاء الله. ولسه هوريكم التوريقة بتاعته. ولا تحط في الفرن ولا تولعي ولا صيغان ولا فرد كبير. بصي عامل ازاي الفطير. بدأت الطاسة دي الفطيرة الكبيرة. هغطيها برضه واقعد اقلب فيها. تمام يا حبايبي. الله 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 على الفطير الجميل بتاع تيتا. ان شاء الله تخشوا جربوا فطير تيتا روكا وتقولوا لنا ايه رايكم في التعليقات. ما تنسوش تعملوا اشتراك وتفعيل لزر الجرس ولايكات كتير. ان كنتوا وصلتوا معانا الفيديو بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ادي الفطير يا حبايبي. هندخله بقى ان شاء الله نسويه حالا باذن الله. تمام. طلع ادي واحده كبيره وطلع 8 صغيرين. بسم الله ما شاء الله. هم بص الفقاقيع اللي بتوعنا دي بدليل على ان نجاح الايه العجن بتاعه، فهو حلو جدا بسم الله ما شاء الله. انا حاطاه تحت الكيس اهوت وسايباه برده شويه اهوت. العجينه بتاعته حلوه قوي. بص الفقاقيع اللي فيها اهي. تمام يا حبايبي عامل ازاي اهو. كل ده من كام؟ من كيلو دقيق. شوف انت هتشتريه بكام. هنشوف بقى التسويه بتاعته دلوقتي على الطاسه. هاخدهم وادخلهم جوه. تمام يا حبايبي. وهنوريكم بقى التسويه الجميله اهو. بص الفقاقيع بتاعته عامله ازاي. تمام كده يا حبايبي. هنسويهم ونشوف بقى ايه احلى فطير مورق صغير على الطاسه، احسن من الفرن كمان. تمام. هخش احطهم بقى في الطاسه واروح. هظبط بس الايه الفطيره اللي الطاسه دي صغيره عليها. ماشي يا حبايبي اهي. هظبطها بس كده واسيبها بقى ايه. كانت عايزه ايه طاسه اكبر منها، فانا هظبطها كده في الطاسه بقى ايه. ونعمل ايه. خلاص انا مولعه كده عليها ايه. عليت عليها نار شويه اهوت، شويه صغيرين، واخد بالي. وهعمل ايه. هغطيها اهو. هجيب غطا واغطيها عشان تستوي معاك وتطلع حلوه. وانا مش حاطه فيه حاجه. حطيت بس إيه مسحه بس ايه سمنه او زيت زي ما انت عندك. تمام كده. انا معاكم متابعه اهوت. وهنشوف ايه هيبقى ايه الفطير بتاعنا الجميل اللي بيقولوا عليه فطير بسم الله ما شاء الله كده، من غير ايه سمنه كتير ومن غير اي حاجه وخفيف. بص نص كوبايه اهيت ولا كوبايه الا ربع. بص فايد منها قد ايه. بس انا عاملاه بسمنه بلدي يبقى طعمه حلو ومغذي وجميل. تمام يا حبايبي. اللي عنده سمنه يعمل، اللي عنده زيت يعمل. هيطلع جميل ان شاء الله معاه. انا سايباها وانتم شايفين البخار عليها اهو. تمام يا حبايبي اهو. سايباها بقى مع نفسها كده اهو. وبرده وانا متابعاها ما تسيبهاش. اول ما تحس ان بدا الطروف من تحت تبدا تحمر شويه، انا هبدا بقى اوطي ايه النار عليه. تمام كده اهو. انا معليه، هبدا بقى اوطي النار، اخليها على النار ايه متوسطه، لا عاليه قوي ولا هاديه قوي. تمام. بصوا يا حبايبي بدات تعمل فقاقيع ازاي. هعمل ايه. هقلبها على الناحيه التانيه اهي. ماشي يا حبايبي اهي. واغطيها برده واسيبها. تمام كده. هنشوفها برده كل شويه كده عشان ما تتحرقش مننا، لازم نتابعه على النار هاديه. يا حبايبي تحمر، بدأت تحمر اهي. بس هشوف برضه كده الحرف التاني. بص بدأت التوريقة تبان ازاي اهي. برضه هقلبها على الوش التاني اهيت. ماسكة الموبايل بيدفى مش ايه اهي.
بص بدات تقب ازاي. بص يا حبايبي قاعده في الطاسه اهوت. لسه هنشوف بقى بعد ما ايه الشكل. بسم الله ما شاء الله. ولسه هوريكم التوريقه بتاعته. ولا تحط في الفرن ولا تولعي ولا صيجان ولا فرد كبير. بصي عامل ازاي الفطير. ادي فطير الطاسه دي الفطيره الكبيره. هغطيها برده واقعد اقلب فيها. تمام يا حبايبي. ده صغيره هنا اهي. وهحط برده واحده هنا. احط بس مسحه كده اهي من السمنه. مسحه خفيفه كده. وابدا احط الفطيره الثانيه واغطي برده اللي هنا واغطي اللي هنا. تمام يا حبايبي. هغطي ده واغطي ده معايا. بصوا يا حبايبي الفطير قلب ازاي. شايفين شكله عامل ازاي. بسم الله ما شاء الله. ادي فطير الطاسه اهو. ولا فرن ولا اي حاجه. والتانيه نفس الشكل اهي. حطاها برده اهي. بسم الله ما شاء الله على الفطير. لسه هو بيستوى اهو. لسه برده نايم من تحت. عمال اقلب في الجنب ده والجنب ده. بسم الله ما شاء الله عليه اهو. بس انا هقلب اوريكم الناحيه التانيه. بس كده. بسم الله ما شاء الله. بدات تورق اهي. انا سايباها دلوقتي برده ايه واغطي عليها. تمام يا حبايبي اهي. انا متابعه مع هنا ومتابعه هنا ووريها لكم. اطلع دي يا حبايبي لله. هبدا ايه احطها واطلع باقي الفطير. تمام يا حبايبي. والتانيه لسه برده اهي. لسه هطلع دي الاول كده اهي. بصوا يا حبايبي برصها مع الفطيره دي برده اهي. واغطيها عشان تبقى ما تنشفش. اغطيها برده بالكيس اهوت. تمام يا حبايبي كده لحد ما اطلع باقي الفطير بتاع الطاسه الجميل الروعه بالسمنه البلدي وطعم حلو قوي. تمام. بصوا فطير الطاسه يا حبايبي اهو. بسم الله ما شاء الله اهو. بصوا. بص شكله عامل ازاي. بص التوريقه. بص التوريقه بتاعته. بسم الله ما شاء الله. هقطع لكم واحده. بسم الله ما شاء الله على التوريقه وعلى جماله. بسم الله ما شاء الله. بص كده التوريقه اهي. بص الشكل عامل ازاي. بصوا هوريه لكم كله اهو. تمام يا حبايبي. ادي الكميه اللي طلعت عندنا من كيلو دقيق. شوفوا انت كنت هتجيبي دول بكام. بسم الله ما شاء الله. وهوريكم وهفتح لكم حالا. وده حبايبي فطير الطاسه هو اللي احنا عملنا معاكم على البوتاجاز. ما اقولكوش طعم وريحه. وهفتح لكم منه دلوقتي واوريكم. يبقى اهو. بصوا يا حبايبي. بص التوريقه. بص الجمال. بسم الله ما شاء الله. ومستوي من جوه ومحمر من هنا ومن هنا. بسم الله ما شاء الله عليها اهو يا حبايبي اهو. بصوا التوريقه اهو. ايه رايكم. قولوا لي بقى في تعليقاتكم ايه رايكم في فطيره طاروكه على الطاسه. اجمل واسهل طريقه لعمل الفطير على الطاسه. ماشي يا حبايبي اهو. سامعين الخرفشه بتاعت المحمر من بره اهوت ومن جوه مستوي وروعه روعه روعه. ان شاء الله تجربوا طريقه طاروكه وتقولوا لنا ايه رايكم. وكله على كده يعني. بص اجيب لكم واحده من اخر اهي برده اهي. بسم الله ما شاء الله. وما اقولكوش حتى مش عايزه افتح كله. شايفينها. بسم الله ما شاء الله اهي. كله زي الفل. تمام يا حبايبي. ان شاء الله نجربوا الطريقه دي كله بنفس الشكل اهو. بصوا شايفينه عامل ازاي طري وجميل. بس لازم بعد ما يطلع اهم شيء انك تغطيه. تجيبي بقى بتاع ده مشمع او كيس وتروح مغطيه الفطير عشان ما ينشفش منك. يبرد ويهدى وتروح بقى ايه ماسكاه لماه. تاكلوا بقى. بتعملي عسل معاه حبه عسل اسمر او عسل ابيض وحته جبنه قريش او حته جبنه مثلا اللي انت بتحبها اسطنبولي براميلي اي حاجه. او تحطوش عليه سكر. روعه روعه روعه. زي ما انت بتحبي. وجبه عشاء ووجبه فطار بكيلو دقيق. عملنا كام 10 فطاير. شوف الفطيره دي سعرها كام بتجيبيها. ومش عاملاها ده انا عاملاها بسمنه بلدي. فالطعم روعه روعه وريحته جميله جميله. ان شاء الله تجربوا الطريقه دي وتبقى كلها ما كملتش نص كوبايه سمنه. عايزه تحطي حتى ربع كوبايه مع ربع زيت او كوبايه الا ربع زيت على سمنه هيكفوا. هيعملوا له كل الفطير اللي انت شايفاه ده. بصي الصينيه عامله ازاي. ان شاء الله تجربوا طريقتنا. ولا اروح اجيب فطير من بره واجيب لي فطير من بره وانا قادره ان انا اعمل الفطير ده كله من كيلو دي. عملت كام فطيره تكفي كام عيله دي. ان شاء الله تخشوا على يعني ايه تجربوا طريقتنا. واللي وصل معانا لحد هنا في الفيديو ما ينساش يعمل لنا لايك واشتراك في القناه. تمام يا حبايبي. وان شاء الله عجبتكم الطريقه تقولوا لنا في تعليقاتكم. وان شاء الله ايه هي. وده حبايبي كانت اكلتنا. الفطير ده كانت وجبه عشاء ومعاه العسل بالطحينه
وعندنا الجبنه القديمه بتاعتنا اللي احنا عاملينها. ان شاء الله يا رب يعجبكم الفيديو، وان وصلتوا معانا لنهايه الفيديو ما تنسوش تعملوا لنا لايك واشتراك في القناه، وتفرحونا بكومنت حلو كده، وتقولوا لنا ايه رايكم في تيتا روكا دي قناتي. ان شاء الله تخشوا وتعلقوا لنا، اهم شيء اللايكات اللايكات اللايكات. اشوفكم على خير، بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله.